نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد رسولنا النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا مشاهدينا الافاضل اينما كنتم، مرحبا اهلا وسهلا الى الملعب الاولمبي لويس كومبانيس هنالك في برشلونه. ملعب مكتظ عن اخره، التذاكر كلها بيعت من اجل هذه المباراه وضمان التاهل الى ربع نهائي دوري ابطال اوروبا لهذا الموسم بالنسبه للبارسا في اصعب واحلك الظروف، في ظل غيابات كثيره بسبب الاصابات العديده على مستوى عدد كبير من اللاعبين في مواجهه نادي نابولي الذي لم يسبق له الدفاع. انجيسا، لوبوتكا وتراوري وسط الميدان، بوليتانو رفقة اوسيمان، وكذلك الخلف مباشرة لتيرشتيغن. واحد في نهاية الموسم الراوخ في التدخل، كرة بعيدة تماما ضيعتها كانسيلو، استرجعت في الوسط الكرة هذه من والهربة من هنالك خطيرة 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 خطيرة. فيرمين لوبيز وحده هنا والكرة ضاعت بعد تمرير. خطيرة خطيرة خطيرة، التوزيع بابا خطيرة، جول فيرمين لوبيز وجول. برشلونة يفتح مجال التسجيل في الدقيقة 15، يفعلها من هنالك فيرمين لوبيز وجول، والبارسا متفوقة 1-0 لحد الآن. فرحة كبيرة للجماهير الكتالونية الموجودة بقوة في مدرجات الملعب الأولمبي. اللعبة ولا أرى، بينما يبقى يبحث عن أول أهداف خطيرة، والتسديدة مرت سلامات. كرة فيرمين لوبيز مرت سلامات على يمين الحارس ميريتس، 20 سنة فيرمين لوبيز، مباراته رقم 30 مع فينيا وجول. فينيا جول، جواو كانسيلو مجنون. البارسا تبدع وتتألق، في دقيقتين تسجل هدفين. يا للروعة من لامين جمال، انطلق ومر لرافينيا. رافينيا ما تسلل مرة أخرى أوسيمان اليسرى، كانسيلو صعبة، كانسيلو يطلبها لامين جمال، كوندي كاد يضيعها ولكن بوليتانو خطيرة وجول. نابولي يعود في النتيجة ويسجل. أمير رحماني يسجل أول أهدافه في دوري الأبطال هذا الموسم، يفعلها الأمير رحماني ويسجل هدفا بيسرى. صارت النتيجة رافينيا، كانسيلو عرضية راسية، دي لورينزو كاد يسجل الهدف الثاني لنابولي. رائعة من ماريو كفاراتسخيليا، يلحق دي لورينزو. بعد منذ 2020 لم يتأهل إلى الأدوار الإقصائية، حتى ولو لم يتأهل إلى الأدوار الإقصائية فهذا يعكس وضعية ويعكس هنا ناحية فيرمين لوبيز. مضطر يرجع، معزول رافينيا، معزول ومع ذلك تحصل على ركنية. لا، ضربة مرمى في خطأ الحكم، خلى الأفضلية جوندوغان وخطأ آخر هنا هو بطاقة صفراء يخرجها الحكم. في ترجع مرة ثانية من لامين جمال. يا تراوري العرقلة هنا من أمام لامين جمال، بطاقة صفراء. تحب يا تشافي من المفروض صح. واثنين كرة لكفاراتسخيليا عن برشلونة والغيابات وبوليتانو، من هنالك اوسيمان. يا اوسيمان بدا السينما. اوسيمان عملها كثيرا في نهاية كأس افريقيا الأخيرة، يعملها نابولي في كل مرة. ثانية يغير تماما ناحية جيل كوندي وارلو، كانسيلو ورافينيا ناحية ماريو روي وكريستنسن. توزيعة بعيدة وراحت ضربة مرمى للحارس مارك أندري تيرشتيغن. ما الحل ما العمل؟ لامين جمال رافينيا يرفع كرة القائمة الثاني، خطيرة الكرة دي. الراوخ لم يلحق سيرجيو روبرتو، ضربت فيه الكرة أو ليفاندوفسكي وخرجت مباشرة ضربة مرمى. 74 دقيقة لعب، سندخل ربع ساعة. انجيسا الدفاع مرة ثانية يخرجها، كالحكم خلى الأفضلية. الصفراء يفضل يخرجها. كرة منفذة، رائعة من رافينيا في القائمة الأول، رائعة جدا. مر من أمام لينثروم،
لعبها في الوسط والحكم يرجع ويصفر خطأ ضد أنجيسا لصالح رافينيا. جمال باليسرى التوزيع وجمال على الطاير بيمنى، الكرة راحت في التماس لصالح عناصر. جوندوغان سيرجي روبرتو خطيرة، جول ليفا جول. لعبة عالمية لبرشلونة، سيرجي روبرتو لعبها مع وجوندوغان سيرجي ليفاندوفسكي، وهذا الثالث لبرشلونة يفعلها البارسا ويسجل الثالث. 3-1 صارت النتيجة الآن لبرشلونة أمام نابولي، 3-1 في وقت كان. عامل ايه يا صديقي؟ كويس يعني ولا ايه الاحوال؟ النهارده جايب لك افضل 3 قنوات عربيه تتابعهم، وفي مجال التداول مش اي حاجه. الناس دي بتنزل لك توقعات وحاجات كتيرة جدا هتستفيد منها، وتقدر تعمل من وراهم ارباح مهولة يا صديقي تتخطى 1000% كمان. اول قناة معانا يا صديقي وهي قناة شخص انا بحبه جدا، وهو اسمه جيمي كريبتو. الشخص ده يا صديقي متخصص بشروحات واخبار الاستثمار زي ما مكتوب عنده في البايو. عنده بقى بيشرح لك عملات كريبتو، وبيقول لك العملة دي هتصعد، وبيدي لك ادلة ان هي هتصعد او هتهبط. وعايز اقول لك يا صديقي ان في فيديو هو منزله من 12 يوم بيقول فيه على عملة كان سعرها $8، العملة ديت سعرها هيوصل ل $18 واكتر. لكن العملة ديت يا صديقي عايز افاجئك وصلت $23 وعمالة ترتفع كمان وكمان. يعني بكل بساطة لو كنت مشيت وراه كان زمانك كسبت. تاني شخص معانا في القايمة وهو زمون ارابيك، سيب لك رابط قناته في الديسكريبشن برضه. الشخص ده قبل كده طلع قال ان البيتكوين هيطلع، وطلع فعلا. طلع قبل كده برضو قال ان البيتكوين هينزل ونزل فعلا. سيب لك رابط قناة الشخص المحترم ده في الديسكريبشن. خلينا بقى نروح على ثالث قناة معانا في الفيديو ده، ويا صديقي ثالث قناة معانا وهي قناة EA Trading. تعتبر ديت اشهر قناة في الوطن العربي في التداول. مش اشهر قناة قوي يعني، لكن فعليا لو انت مش عارف اي حاجة في التداول او حتى عايز اخبار في التداول، عندهم قناة تليجرام، قناة يوتيوب، قناة يعني القناة ديت هتظبطك بمعنى الكلمة، هتخليك مش محتاج اي حاجة. القناة فيها كل الاخبار، فيها فرص جيدة برضو، وفيها توقعات، وبيحذرك ان العملة البيتكوين مثلا هتنزل او حاجة مما شابه. وبس كده، فيديو النهاردة خلص. لو فيديو النهاردة افادك بشيء اتمنى منك تحط لي لايك على الفيديو ده، وقول لي رأيك اي قناة فيهم عجبتك.